بلا مرشد بلا ربان بلا دليل، لان دايما بيبقى المرشد والربان هو الاب يعني. او يمكن نقول ان هي يعني لها جوانب كتيره ما اتناقشتش او ما خدتش حقها يعني في النقاش، لان زي ما بقول لحضرتك كده الحاله الانسانيه الممتده الاطراف دي فيها جوانب كتير، جوانب عده، ففي حاجات ما خدتش حظها في النقاش، وفي حاجات يمكن ربما تكون لسه ما اتناقشتش يعني. انا من ابرز يا استاذ ماجد بقرا روايه من اعظم ما يكون اسمها كابتشينو لاستاذي طبعا الاستاذ سيد حافظ. نعم. والاستاذ سيد حافظ ناقش هذه القضيه ولكن من جانب مختلف قليلا. نعم. يعني اعتقد انه ده جانب جديد متمثلا في شخصيه مثلا سيدنا موسى، واعتقد ان الاستاذ في باقي السبعيه، لان هي دي واحده من سبعيه، اعتقد ان في باقي السبعيه هيكون لليتيم دور كبير لسيكولوجيه اليتيم كمان بالتحديد. نعم. الحاله النفسيه لليتيم، وهل ممكن اليتيم يوصل لايه، وهل ممكن اليتيم ايه هي معاناته اللي بتاثر في بدايه حياته على مستقبله. اعتقد ان الاستاذ اللي هو الاستاذ سيد حافظ هيكون لها دور، لان انا اعلم ان هو بيكتب، يعني هو كتب قهوه ساده وكان برضه لليتيم دور فيها، وكتب نسكافيه ودلوقتي كابتشينو اللي احنا بنقراها، ولسه بيكتب في شاي الياسمين، ولسه في سبعيه ممتده. فاعتقد ان الجوانب اللي هي موجوده دلوقتي لها محاور عده ما شفناهاش قبل كده، لم نرها سلفا يعني. لذلك ارى الاستاذ سيد حافظ وهو استاذي طبعا يطرق ابوابا جديدا في هذه القضيه التي نامل ان تكون اضافه في كيفيه رؤيتنا لليتيم وما يترتب عليها من استراتيجيه في التعامل معه. نحتاج لان احنا نشوف رؤى جديده، نحتاج لان احنا نشوف جوانب جديده ونشتغل عليها بقى في السينما والمسرح، وطبعا ده بقى دور وزاره الثقافه ان هي تقدم لنا بقى في السينما، وتقدم لنا في مسرح الدوله يعني، وتقدم لنا برضو وتدعمنا في السينما ان احنا نقدر نقدم الجوانب المختلفه لليتيم حتى نوفيه حقه، لان انا اعتقد ان برضو لسه اليتيم لم يوفى حقه في السينما او في المسرح المصري. زي ما قلنا في البدايه ان فعلا اليتم ده ظرف قهري هو ملهوش اي ذنب فيه. وانا بختم مع الكاتب والناقد المسرحي الاستاذ ماجد عبده، وبشكرك جدا يا استاذ ماجد على هذه المعلومات. شكرا جزيلا. تعالي يا حبيبتي تعالي، احنا هناخدها منك بالقوه. اوعى، ده مفيش قوه في العالم تقدر تاخد مني ده، انا هاخدها. تاخد من خدك ربنا وانا اعرفك يا راجل انت. ايه يا اختي التلاح دي؟ اختشي يا بنت عيب، ده ابوكي. ابويا منين؟ انا ما اعرفوش. انا ماليش اب غير بابا ده. هو ده ابويا وهو ده امي وهو ده عيلتي كلها. انا فتحت عينيا في الدنيا دي لقيته هو اللي قدامي، هو اللي رباني، هو اللي وكلني، هو اللي كساني. انا ما اقربلكوش، حشوا عني يا بابا حوش. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش، انا جنبك وهفضل جنبك طول حياتي يا حبيبي يا بابا. يا اخر مره بقول لك ادينا البنت. مستحيل. انا بلياتشو. بلياتشو، مش بلياتشو، لا بلياتشو. طب خد الله 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 الله. الحقيقة دي جرعة افتتاحية في الاحتفال بيوم اليتيم. على مدار اليوم هيكون للزملاء في صوت العرب تغطيات طويلة على مدار اليوم، يعني الزملاء مشترك عدد كبير منهم، وفي مواقع ميدانية احتفالية. الاحتفال مش بس في القاهرة، في محافظات مصر كلها والدول العربية أيضا كمان. هو بقى يوم طفل اليتيم. والإعلان السنة دي كمان اللي بتعمله الجمعية اللي هي يعني كانت صاحبة الفكرة بقى إعلان العالمي أو اليوم العالمي للاحتفال بالطفل اليتيم. خلينا